تخيل معايا انك قضيت سنين بتدرس بجد واجتهاد في مدارس متفوقين ستام، او يمكن انت طالب ثانوية عامة طلعت عينك عشان تجيب مجموع عالي، وفجأة كل احلامك دي اتحققت في لحظة. مش بس هتدخل الجامعة اللي بتحلم بيها، لا هتدخلها مجانا، المصاريف كلها طول فترة الدراسة. تاني ايه؟ لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد وفرصة جديدة هتغير حياتكم. النهاردة جاية اتكلم معاكم عن منحة دراسية قوية جدا مقدمة من جامعة مصر الدولية MIU. المنحة دي بتستهدف نوعين من الطلاب، وده بجد خبر عظيم. بتستهدف خريجي مدارس متفوقين في العلوم والتكنولوجيا اللي بيدرسوا بنظام ستام، وكمان بتستهدف الطلاب المتفوقين من الثانوية العامة اللي ظروفهم الاجتماعية صعبة. المنحة دي بتوفر كل حاجة، الدراسة مجانا بالكامل، ولسه في تفاصيل تانية كتير مهمة جدا. استنى معايا وهقولك عليها كمان شوية. ويا شباب، المنحة دي مش لأي حد، دي في تخصصات محددة ومطلوبة جدا في سوق العمل. طب ايه هي التخصصات دي؟ الهندسة، وتحديدا قسم الاتصالات والالكترونيات، كلية الألسن والإعلام، وعندك تخصصين هنا، الإعلام والألسن لغة إنجليزية، والحاسبات والمعلومات، ودول من أهم المجالات في العصر الحالي، وإدارة الأعمال والتجارة الدولية، وآخر حاجة الصيدلة. طيب ايه هي الشروط اللي لازم تكون متوفرة فيك عشان تقدم على المنحة دي؟ ركز معايا كده في كل شرط عشان تعرف هل الفرصة دي ليك ولا لا. المنحة مجانية بالكامل، ودي ميزة لا تقارن، هتوفر عليك كتير جدا. المجموع لازم تكون حاصل على ثانوية عامة من مدرسة حكومية مصرية، مجموعك ما يقلش عن الحد الأدنى اللي بيحدده المجلس الأعلى للجامعات. ولو ما تعرفش ايه هو الحد الأدنى اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك. تالت حاجة الاختبارات، لازم تجتاز الاختبارات اللي بتعملها الجامعة على حسب الكلية. رابع حاجة التقديم، اهم شرط هنا انك ما تكونش قدمت قبل كده في اي كلية خاصة او اهلية. واخر حاجة الحالة الاجتماعية، لو انت من الحالات الاجتماعية لازم تكون مجهز كل الاوراق المطلوبة عشان الجامعة هتعمل بحث اجتماعي عشان تتأكد من حالتك. وطبعا زي ما احنا عارفين الاوراق الاجتماعية زي البحث الاجتماعي، مفردات المرتب، شهادة الحيازة سواء حيازة ارض او سيارات او عقارات. كده هل ناقص حاجة؟ ايوه ناقص، بس تعمل سبسكرايب ولايك وشير عشان تتابع فرص اكتر. يا ترى بعد ما تحصل على المنحة هل هتفضل معاك طول فترة الدراسة؟ الإجابة هنا هي أيوة، بس في شروط معينة لازم تحافظ عليها. طب إيه هي الشروط دي؟ هقولك عليها كمان شوية. طيب يا دكتورة، إزاي نقدم على المنحة دي؟ هي دي حاجة تفوتني. التقديم بسيط جدا، التقديم بيكون عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، وأكيد مش هسيبكم هنا، فانزل اضغط على اللينك ويلا بينا نملى الابليكيشن. أول ما بتضغط على اللينك بتفتح معاك الصفحة اللي قدامنا دي، والابليكيشن متقسم ل5 سيكشن. أول سيكشن هو البيرسونال انفورميشن، وده الجزء المتعلق باسمك، مكان الميلاد وتاريخ الميلاد والجنسية والجندر. فأول حاجة بتبدأ تحط اسمك بالانجلش. فأول حاجة الفيرست نيم ده اسمك، ميدل نيم ده اسم والدك، والثيرد نيم اسم جدك، واللاست نيم ده اسم العيلة. وبعد كده بتبدأ تحطهم بالعربي. خامس جزء الناشوناليتي سيا، وأكيد مصري. الجندر بتحدد سواء فيميل أو ميل. ديت اوف بيرث ده تاريخ ميلادك، وبليس اوف بيرث ده المكان اللي انت اتولدت فيه، ودول الاتنين هتلاقيهم في الشهادة بتاعت الميلاد. واخر حاجة بتحدد الديانة بتاعتك. وكده اول سيكشن معانا خلص. تاني سيكشن متعلق بالكونتاكت انفورميشن، وده المعلومات اللي هم يقدروا يتواصلوا بيها معاك. اول حاجة البيلدينج نمبر، فانت بتحط فيه رقم العمارة بتاعتكم، وبعد كده اسم الشارع والدولة اللي انت موجود فيها، وزي ما قلنا اكيد مصر. رابع حاجة المدينة، وخامس حاجة هي المنطقة اللي انت عايش فيها. وبعد كده بتضيف الستودنت نمبر، وده رقم تليفونك انت ورقم تليفون البيت، ولازم يكونوا الاتنين مختلفين عن بعض. بعد كده الايميل، وزي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت يا شباب اتاكدوا ان الايميل صح، اول حرف منه سمول مش كابيتال خالص، وغير كده ان هو شغال بحيث ان هم لو بعتولك. واخر حاجه في تاني سيكشن انك تضيف عنوانك بالعربي. كده احنا خلصنا اول وتاني سيكشن. تالت جزء وهو متعلق بمعلومات الوصيه، فانت اول حاجه بتضيف اسم والدك او اسم الوصيه القانوني عنك، والوظيفه بتاعته، ونوع الشركه اللي هو شغال فيها سواء قطاع خاص او حتى حكومي، واسم الشركه وعنوانها. وبعد كده بتضيف الرقم الشغل بتاع والدك او الوصي القانوني. بعد كده بنضيف رقم تليفون والدك والايميل بتاعه. واخر حاجه بنضيف اسم والدتك. وبيسألك في الآخر هل ليك أي أشقاء في جامعة مصر الدولية ولا لأ، فأنت بتحدد هل ليك
او لا. وبعد كده بننتقل لرابع سيكشن، وهو السيكشن اللي بيسألوك فيه عن تاريخك المرضي كله. وبجد شباب المعلومات دي مهمة عشان لو اتقبلت بعد كده فانت بتقضي في الجامعة اغلب وقتك وهم لازم يكونوا عارفين المعلومات دي زي التاريخ المرضي، هل بتستخدم مساعدة بصرية او سماعات او اجهزة تعويضية، امراض مزمنة، عملت عمليات جراحية قبل كده، وفي ادوية انت مستمر عليها ولا لا. فانت في الحالة دي بتحدد ايوه او لا، ولو موجود بتبدأ تذكر النوع المرض اللي عندك او الادوية اللي انت بتاخدها وهكذا. وبعد كده ننتقل لخامس سيكشن، وده السيكشن اللي بيسألوك فيه عن الكلية والتخصص اللي ناوي تدرس فيه. فاول حاجة هما بيسألوك عن الترم اللي انت مقدم عليه، فانت اكيد بتقدم لخريف 2025، وبيسألوك عن اختيارك الاول والتاني والتالت. بعد كده بتوافق على اقرار انك موجود في قوائم الانتظار بتاعة الرغبة الاولى، ولو ما اتقبلتش فيها هتنتقل مباشرة للرغبة التانية والتالتة. بعد ما بتخلص الاقرار بيسألوك عن نوع الشهادة، سواء ثانوية عامة او ستام، والدولة اللي كانت فيها المدرسة بتاعتك، وزي ما قلنا قبل كده اكيد مصر. وبعد كده المدينة اللي كانت فيها المدرسة، واسم مدرستك، والسنة اللي اتخرجت فيها. ويا شباب 2023 و2024 و2025 يقدروا يقدموا عادي. واخر حاجة بتحدد ميعاد امتحان الانجليش اللي انت محتاج تاخده في الجامعة، وانت اللي بتحدد اليوم. وياريت تختاروا شباب ميعاد مناسب ليكم تقدروا تسافروا فيه القاهرة عشان تحضروا الامتحان. وبكده وصلنا لاخر جزء، وهم هنا بيسألوك هل انت ناوي تشترك في الاتوبيس اللي رايح الجامعة يوم الامتحان ولا لا، وبيقولوا لك ان انت لازم تملى الاستمارة، وهتلاقي الاستمارة على الصفحة بتاعتهم. بعد كده بيسألوك انت عرفت عن منحة MIU من فين، فانت بما انك بتسمع الفيديو ده فاكيد عرفتها مني، فتقدر تكتب ان هو من السوشيال ميديا وتحط لينك البيج بتاعه الفيسبوك، تمام، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. واخر حاجه بيقولوا لك ان انت، واخر حاجه بيسالوك لو في حاله خطر ممكن تحط معلومات شخص انت واثق فيه يقدر يرد بسرعه وينجدك مثلا في الفتره دي، بحيث ان اي حاجه تحصل لك في الجامعه هم يقدروا يكلموه. وبكده الابلكيشن خلص وانت قدمت، وبالتوفيق في الامتحان. الميعاد النهائي للتقديم هو يوم 15 سبتمبر 2025، يعني معاك وقت بسيط جدا، فما تضيعش الفرصه دي، روح وقدم دلوقتي. واخيرا عشان تحافظ على المنحه دي لازم تتوفر فيك شرطين، اول حاجه منهم التقدير الأكاديمي، لازم تحافظ على تقدير أكاديمي جيد على الأقل عشان تنتقل للسنة اللي بعدها، وسهل جدا إنك تحافظ عليه. وآخر حاجة هي السلوك، لازم تحافظ على سلوكك الطلابي وتلتزم بتقاليد الجامعة. الشروط بسيطة جدا بس بتضمن إن الطالب اللي يستحق المنحة فعلا هو بس اللي هيكمل ويستفيد منها. ويا شباب دي فرصة العمر، لو انت من طلاب مدارس متفوقين او طلاب ثانوية عامة مجتهد وظروفك اجتماعية محتاجة دعم، المنحة دي ليك. جامعة مصر الدولية بتفتح ابوابها للمتفوقين عشان تصنع منهم قادة المستقبل في اهم المجالات، فما تترددش وروح قدم دلوقتي. ولو تعرف اي حد من زمايلك او اصدقائك تنطبق عليه الشروط دي ابعت له الفيديو ده بسرعة عشان الفرصة دي ما تروحش من ايده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.